هلا والله هو غلا، ومع دخول الوسم تونا ضاربين مشوار تقريبا 3 ساعات و10 دقائق. وصلنا الحين إلى أكبر مستودع بذور في الشرق الأوسط. وردة تقعد عندك أكثر من شهرين ما تحتاج تسقية نهائيا. شوف الحركات، هذه ملبسين الجنس ونفس الحكاية أكثر من شهرين بدون نقطة ماء. هذا الحين البصيلة الأصلية. لبسناها الشمع هذا يحافظ على الرطوبة لا تبخر. لا خلاص على النظام هذا ما تحتاج ماء أبدا أبدا. شهرين الشمع. تعرفون الرقروق يا جماعة حق الفقع؟ هذا مصدر الفقع. هذول منين جمعته؟ لا إله إلا الله. هذا مصدر الفقع. هذا الرقروق وهذا الديدحان. وهذا الديدحان. يا سلام عليك، وش خليت؟ يعني اللي بيزرع ديدحان الحين ما يبلش أبد. البذر جاهز. جاهز. عندي 6 مزارع، كل مزرعة نزرعه من كل الأصناف العلفية. زرعنا روثة وضمران شعران شنان عراد قطف رغل كل الأنواع اللي هي تعتبر علفية بعد انقطاع العلف وبعد مكافحة الرعي الجائر. هذا وش هو الحين؟ هذا القليقلان. القليقلان يعتبر من أهم الأعلاف اللي يرغبه أو ترغبه الإبل والماشية الأغنام. نبتة رعوية يعني. نعم نبتة رعوية موسمية. النفل نوعين اللي عندنا، نفل واقف ونفل مداد. المداد ميزته إنه ما يغطي على الأعشاب، يعني ما يغطي على الددحان وعلى الخزامة وعلى هلا بالخزامة. يا هلا. ترى عندنا عدة عقود مع المحميات الملكية بجمع البذور البرية. معقول نجح الزعفران عندنا؟ نجح بالشرك ما شاء الله. معلومة على عجالة، علشان تنتج 1 كيلو من الزعفران تحتاج 60-70 ألف بصيلة زعفران، تحتاج إلى مساحة 30 في 60، تحتاج إلى شهرين تنتج كيلو واحد. الحين هذه السنة الثالثة وحنا نزرع الزعفران ولله الحمد، وننتج منه لقهوتنا ومعاميلنا ودلالنا. وعندنا عقد جديد الآن مع الزراعة بإنتاج الزعفران داخل بيت محمي بحيث أنه ينتج طول العام. أبو حمد صالح الصعب يجسد كلمة الشغف في المهنة وعشق الهواية. تعبت أني أجاريه بحماسه وانبساطه أثناء إعداد هالتقرير. مئات الطلعات الداخلية وعشرات الرحلات الدولية من أجل جمع البذور وجلب الشتلات واستكشاف غرائب الأزهار وعجائب الأشجار، وتحدي الاستزراع بشتى الوسائل وكل الطرق. مشاتل في جدة على مساحة 400,000، وببريدة على مساحة 100,000، وفي جبه على مساحة 200,000، وتعاقدات مع شركة نيوم وشركة البحر الأحمر ومحمية الملك سلمان ومحمية الإمام تركي بن عبد الله وغيرها الكثير. اليوم بنشوف جزء من عمل هذا الشغوف. أحس إني في الربع الخالي من الأشجار البرية. ما فيك شوف قيود. مرة ثانية يوديك وكأنك في دولة استوائية. تلتفت يمين تقطف لك فاكهة، تلتفت يسار تشم لك وردة. استمتع. لبخ ولا لبخ؟ لبخ. والتفت على يمينك هذا زيتون. هذه حديقة الملك سلمان. تبع حديقة الملك سلمان. هذه ترنج. هذه ترنجة. شوف شلون شايلة الروحة. شلون تطلعوا فيها الصغر؟ يشتغلون عليها يقزمونها بحيث انها تصير كلها مقزمة ومليانة انتاج. يا ما شاء الله تبارك الله، عالم من الجهنميات التايلندية. الشجرة واحدة تطلع منها من 50 كيلو 60 كيلو وهي صغيرة. هذه عوشز. عوشز زرعنا 75,000 وتمنيت اني زارع عن 700,000. أراضينا الأولى اللي كانت موجودة العوشز به انقطعت العوشز، الآن كلها رعيت. تعمر بيت قيمته 2,000,000 3 مليون 4 مليون، تحسف عليها عشان تحط به شجر بقيمة 20,000. لو حسبت أنت 20,000 أو 50,000 بالنسبة للمليونين والثلاثة ما تعادل شيء، ولكن هي جمال البيت. شوف حقة العام، شوف الآن تبي تزهر. هذه مفرخة، هذا فرخة. قريبا بإذن الله نسوي نقلة عندنا بالطرق وبالخطوط داخل المدينة. يعني ليش حنا نزرع صيفي ونرجع ونزرع شتوي ونرجع ونزرع صيفي؟ لا، أنا بزرع البصيلات الصيفية، داخل الشتاء زرعت البصيلات الشتوية مرة واحدة فقط. فطول السنوات القادمة ما نزرع أي شيء، فقط نسقي، هم من يطلع الصيفي ويطلع الشتوي على هالطريقة. ندخل بعالم بعض الفواكه الاستوائية. هذا السدر التايلندي ولكنه بحجم التفاحة. الشيكو فاكهة مشهورة. هذه فاكهة أنتجت عندي بالمشتل اسمها ستار فروت. الباشن فروت من أغلى العصائر اللي موجودة بالسعودية، وأول من جاب للسعودية ونشره ولله الحمد مشتى الروض. هذه فاكهة بربادوس. طيب لحظة خلنا نلحقك يا أبو حمد. ما يخالف رحنا. هذه من العائلة الباذنجانية يسمونها الروكلينز. تعطي لونين. تعطي لونين. نعم. روكلينز. زين حفظت اسمه. تعرفون القدية المشاريع القوية؟ نعم. الآن نشتغل هذول نوديه لهم، اللي هي العرفج هذه محمية الإمام تركي. نعم. حق التيسية 55,000 شجرة طلح. الآن هالطول لها. شوف هذه بذور الرغل، نبات الرغل نبات رعوي ومرغوب جدا جدا. مطلوب من هذه 550 كيلو لشركة واحدة. من مشتل المشتل طايرين. البضاعة الهولندية تجينا بشكل أسبوعي، كل خميس ينزل عندنا بضاعة من هولندا، ما بين أشجار وما بين شجيرات وما بين أبصال. فكرة الأبصال نادرة جدا ولا حد يشتغل عليها. نعم. فاشتغلنا عليها ولله الحمد وبقوة. الله الله.
هذه زهرة البشن فروت، يسمونها زهرة الساعة. فاكهة جميلة وزهرتها أجمل بعد. وأجمل زهرة الساعة، يسمونها المسفلورا. هذه تدور دورة كاملة كأنها مفصلة تفصيل. عقارب الساعة. بن، هيل، زعفران، قرنفل، ما شاء الله. هذول كلها متوفرة موجودة. منتج عندكم بحايل. باختصار أنا ما دخلت مشتل مثل هذا بكمية الأشجار وتنوع النباتات. فاكهة التنين، نعم يسمونها دراجون فروت. شريت واحدة ب60 ريال الكبيرة. فنظفته وطلعتهن البذور وغرستهن. هذولي طلعت منها من وحدة أكثر من 1000 شتلة. 1000 شتلة من فاكهة واحدة ب60 ريال. والآن أبيع هذه مثلا ب10 ريال. تكلفتها علي ما تجاوز ريال. ندخل على المحوري، أرض فاضية بس بشرط ما يكون مزروع قبل. فنزرعه من 15 إلى 30 صنف من أنواع الزهور على حسب هواية الشخص اللي يبي يزرعه. نزرعه له بحيث أنه لجاء 15/2 يدخل على منظر وعلى شكل جنة. ركض يا شباب، جري يا أبو إبراهيم، جري. التين سافرت لدول العالم كله علشان أجمع الأنواع، وجمعت 110 أنواع. 110 أنواع تين. نعناع بالليمون، نعناع بالبرتقال، نعناع بالزعتر، نعناع بالبيبسي، نعناع بالموز. أكثر من 11 صنف. حتى أن الوزارة راسلونا قالوا هل أنتم تدخل بالجينات؟ هي مجرد أنه بذور وزرعتها. كلنا شوف هذا نعناع بنكهة الريحان. والله ريحان. هذا نعناع زعتر. نعناع زعتر. قسم بالله احلته. ما قال شم الريحة. احلته يعني يجدعوا يا جماعة. اي نعم احلته هذه. علك تشكلس. عطى الربع شم ريحته. معقول يا جماعة. لوكيشنات تصوير يا ولد. وانواع كثيره جدا من سبيسيديا، تيكوما، خزام افريقي، قاتروفا، اكاسيا جلوكا، اللبخ، البنسيان.